السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل، مساء السعادة، مساءكم زي العسل بزيادة. أحلى مسا عليكم وأحلى مسا على كل متابعينا المحترمين اللي بتتابعنا من جوه مصر ومن بره مصر. تحياتي لكل الوطن العربي. النهارده حلقتنا في السلاكة، وهقول لك النهارده المواعيد الصح اللي انت تقدر تشتغل فيها في الفرخ، وازاي تعزل الحمام، وليه الحمام مش بيشتغل معاك اليومين دول. تابع معايا الفيديو ده من اوله لاخره وما تسيبش دقيقه. النهارده احنا هنعزل الحمام. احنا طبعا النهارده في شهر 8 هنعزل الحمام، علشان الحمام لازم يرتاح في السنه على الاقل 3 شهور. يعني ما ينفعش انك تشتغل بالحمام طول السنه، لازم تختار فتره 3 شهور اللي هي بتاعت القلش وتقدر تريح فيها الحمام. فانا بختار الوقت اللي بيكون الحمام بقى عليه تلاتات وببدا اعزله، وهوريكم النهارده طريقه العزل بتاعه الحمام ازاي. قبل نبدا الفيديو بتاعنا نصلي على النبي واعمل لايك للفيديو، اعمل اشتراك للقناه، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده هيقول ايه. بصوا يا جماعه، زي ما حضراتكم شايفين هنا انا راصص الطواير كلها، بقت كل طيره هنا لوحديها. يعني لو جينا هنا بص حضرتك، دي نتايه اهي، ودي نتايه تمام، وركز معايا كده، ودي نتايه اهي صفيه، ودي نتايه تانيه صفيه، ركز معايا، وادي نتايه تانيه، لا ده ذكر ده، ودي نتايه تانيه صفيه اهي، وركز معايا في الفيديو ده علشان الفيديو ده هيفيدك جدا. ودي نتايه اهي، وادي الباب المتصيط هبده. اللهم صل على النبي عليه، اللهم صل. ده عمر ابو العمامير، ابو الترابيب بيمسي عليك ابو العمامير. احلى مسا عليك يا معلم. بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هاخد الطواير اهو، خد يا عمر، امسك كده، امسك زي ما هديها لك كده، امسكها، اتفقنا؟ يلا. وادي طيره تانيه اهي، امسك يا ابو العمامير زي ما انت، خد. شوف ابو العمامير يمسكهم ازاي. خلاص امسكهم لا امسك الاثنين مع بعض، الجناحين مع بعض، الجناحين مع بعض هنا. امسك النتايه دي، الجناحين مع بعض. يلا تعالى معايا، سيبهم هنا، خش سيبهم جوه. بصوا بقى يا جماعه، هنا عمر هيسيبهم فين؟ في العزل. سيبهم اهو تمام. هنا موجود ايه بقى؟ التحاديق بتاعتنا موجوده هنا اهي تمام. مسقه ميه هناك، مسقه ميه هنا، يتغيروا كل يوم. الكلفه هتتحط جماعي هنا اهو في المكلف الخشب اللي احنا عاملينه ده. كلفه خشنه، كلفه ايه؟ خشنه. يعني مثلا لو بتعمل 10 كيلو كلفه تحط 3 عويجه و7 فول وصفرة او بسله وصفرة. تعالوا نكملوا كده. خد ابو العمامير نتايه اهي، خد ابو العمامير نتايه تانيه اهي، بلقه سودا. يلا حطهم جوه، دخلهم جوه السلاكه. ايوه الله ينور عليك. تعالى خد، ودي نتايه بلقه سودا تانيه برضه اهي. ثواني بس كده اهي. بصوا مهجره ايش ازاي، امسك يلا دخلها جوه. هنا في قشر بندقه اهي برضه. بص بقى، انا كده اعتبر بلم ايه؟ الطواير كلها. خد يا عمر الطواير كلها. هنا في قشر بندقه تاني، خد يا عمر، خدوا بالكم معايا. هنا في طيره صفيه برضو هندخلها معاهم، خد. عندنا ايه تاني بقى؟ هنا طواير. بالنسبه للطواير في طيره برقه سودا تانيه هنا ايه، خد يا عمر. عندنا حاجه تاني كده. احنا الطواير كلها اهي، يعتبر كده الطواير خدناها كلها دخلناها جوه. طيب هنعمل ايه تاني بقى؟ نخش على الطواير الحضان. الطواير الحضان اهي، خد يا عمر. بصوا بقى، ركزوا معايا. هنا الطيره دي لابسه في رجليها دبله موف اهي، دبله موف. سيبوكم اللبني دي اللي هي بتاعت الزاجل، انا بتكلم على الدبله البلاستيك تمام. خد يا عمر، امسك وهتطير منك عشان دي عافيه شويه. الدكر بقى يا جماعه، علشان كل نتايه ابقى انا عارف مين دكرها، ملبس النتايه هنا والدكر نفس لون الدبله، نفس ايه؟ لون الدبله، علشان لما اجي الاقي الحضانات بعد كده ابقى انا عارف الدكر ده
بتاع انهو نتايه. هنا عندنا قص اهم برضو قاعدين على زغلول، معاهم زغلول صافي، بس الزغلول ده بدأ اللي هو يلقط. هخش برضو نجيبوا النتايه، ادي النتايه اهي، خدها يا عمر. برضو عمر هيدخلها لنا جوه. هنيجي هنا قص ده برضو اهو نفس الموضوع. يلا خد هناك. بص انا هنا بعزل ايه؟ بعزل الطواير، بشيل الطواير من عند الدكوره، بشيل الطواير من عند الدكوره اهي. اللي جوه دي النتايه، هوريها لكم يا جماعه اهي، زي ما حضراتكم شايفين اللي جوه دي هي النتايه. هنجيبها كده اهي. معلم عمر دخلها لنا جوه، حطها لنا جوه. نبص كده، خش بس الدكر ده كده يخش جوه. تمام. هنشوف في حاجه تاني. طبعا القص ده انا مقعده على حصويتين كراكندي، الكراكندي التركي اللي عندي هناك، لان عايز اعمل منه القص ده حنين جدا اللي هو الكراكندي. فانا مقعد القص ده على حصويتين من الكراكنديات، هسيبهم يطلعوا. القص ده قاعد على حصى بلاستيك، بصوا اهو. هو جاب الحصوات التانية امبارح، ده حصى بلاستيك. طب واحد يقول لي انت مقعدهم ليه يا ابو الترابيب على حصى بلاستيك؟ لان عندي قص خضر هنا، قص خضر هنا هم هيبيضوا النهارده. القص دول هيبيضوا النهارده. هاخد الحصويتين احضنهم، وبعد كده اخد النتايه برضو اعزلها مع الطواير جوه. تعالى خد الطيره دي برضو، ولا نسيبها الطيره دي؟ وريني كده. هي الطيره دي كانت ايه؟ موسعه. الطيره دي كنت انا مدخلها على الدكر، هنشوفوها دلوقتي مع بعضينا. لا انا شايف ان الطيره دي موسعه اهي، هنسيبها مع الدكر. في حاجه تاني كده يا عمر ولا كده خلاص؟ في قص هنا تاني تحت يا عمر اهو. الدكر الكريزلي ده زاجل كريزلي، ومعاه نتايه زاجل زرقاء. هناخدوا النتايه اهو برضو هنحطوهم جوه. بصوا بقى يا جماعه، بصوا اهو. دي كده الطواير، الغزار بالحضان، الغزار بالحضان. عندي الكراكنديات دول اللي انا خدت حصام حضنته، دول قاعدين على حصى قبل اسود، قاعدين على حصى قبل اسود. يطلعوا الحصويتين يقوموا الزغلولتين ان شاء الله، او زغلول يطلع، او لو ما طلعوش خالص حتى الحمد لله على كل شيء. هقوم واخد النتايه برضو عازلها، وهم معاهم هنا زغلول قشر بندق. تمام. معانا ايه تاني؟ معانا دول القص المجبي ده اللي هو السيلفر، دول قاعدين على حصويتين بتوعهم. وعندنا الشفر قاعدين على برضو حصوايه بتاعتهم. البنفسجي ده بقى، بصوا البنفسجي ده قاعدين على زغلول، والنتايه طارت. النتايه ايه؟ طارت. طب فين النتايه يا ابو الترابيب؟ النتايه على الغيه فوق، هي وزيزي. بصوا الاثنين اهم. دي النتايه البنفسجيه عدت مني من الباب من هنا اهي فوق اهي، وزيزي فوق. تعالوا بقى نطلعوا فين؟ فوق. زيزي نازله ايه؟ تعالى يا زيزي، تعالوا نطلعوا احنا فوق كده عشان نجيبوهم. تمام. همسك البنفسجيه دي، حبست ما حبستش، هنلفها ونمسكها. نخش هنا. واحد يقول لي طيب يا ابو الترابيب هتعمل ايه بقى في دول شبابات وعيال صغيره ولسه عليهم تلاتات، بسيبهم ياخدوا بعض يتجوزوا عشان اعرف بعد كده احدد مصيرهم، واعرف الذكر من النتايه، واعرف مين هياخد مين ومين مش هياخد مين. ودول سايبهم زي ما هم. والفتحه اللي هم كانوا بيطلعوا منها يا جماعه فعلا الفتحه دي، وكان في فتحه هناك انا قفلتها اهي خلاص. تعالوا بقى كده نشوفوا ايه هنا. في حصويتين اهم، في حصويتين، في حصوايه اتكسرت، في حصوايه مكسوره بتاعت زاجل، وفي حصوايه تانيه اهي سليمه. طبعا انا هشيل المكسوره دي عشان ما تعملش عفونه اهي، هنشيلها. وهنا احنا معانا الزغلولتين عيال التمر هندي اهو. دول الزغلولتين اللي هم عيال التمر هندي، وده يعتبر اخر لقو لينا في الموسم ده.
يلا بينا كده نطلع فوق علشان نمسك الطيره البنفسجيه اللي هي فوق. فينك يا حضري؟ فينك يا بطل مصر؟ فين البنفسجيه بقى؟ هنشوفوها كده اهي، بصوا اهي. فاحنا هنحاول ايه؟ نحاول نهشها كده هناك شويه عشان هي مش هتنزل، فهنحاول اللي احنا نلفها. ايوه هي طارت، هي طارت اهي. خليكم معايا، تعالي انت كده. زيزي وقفت فوق اهي. طب بصوا بصوا، هنديها زيزي اهي عشان تنزل عليها اهي. انزلي. نزلت برضه، نزلت لي على الحرف، نزلت لي على الحرف اهي. بصوا نزلت فين؟ نزلت على الحرف. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا كده ونبص لها من هنا، نحاول نفتح الباب ده بالراحه، نحركها حتى اهو. بصوا يا جماعه، احركها بس انا عايزها تتحرك. عاوزه ايه؟ مش عاوزك تتين، عايزه تتحركي. طارت تاني. انزل يا عمر، انزل. تعمل ايه يا عمر؟ تعمل ايه؟ ها راحت فين؟ راحت فين؟ انا مش شايفها، انا مش شايفها. وقفت فوق على العماره فوق يا جماعه، وقفت على العماره فوق. طبعا دي كده كده زغلولتي، يعني مفيش اي خوف منها، مفيش اي خوف منها. كده كده هي ايه؟ هتنزل. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفتح الزغاليل. عمر بس خليك بره يا عمر. هنفتح الزغاليل اهي. هنفتح الزغاليل، نسيبهم برضو على العرق كده اهو. هنفتح الزغاليل نسيبهم على العرق اهو زي ما احنا اتفقنا مع بعضينا. هنفتحهم كل يوم زي ما قلنا نص ساعة. ليه؟ علشان يحبوا العرق اكتر، يطمنوا للعرق يا جماعة. بصوا عايزين يخشوا على البيبان ازاي على طول. هنقفلوا البيبان بتاعتهم على طول ونسيبهم شوية على العرق نص ساعة كده ولا حاجة وهنقفلهم. واو. واحد اخ غالي علينا طالما كتب كومنت، تبقى انت اخ غالي علينا. كتب لي كومنت وقال لي في الفيديو اللي فات الزغاليل دي خلاص باظت، وقت ما تيجي تشبعها وتقرص عليها الزغاليل دي هتطلع تركن. طبعا انا احترم رايك وكلامك على راسي من فوق. بصوا البنفسجيه، بصوا الطيره البنفسجيه اهي. دي كانت زغلولتي، كده كده كانت زغلولتي اهي. انا احترم رايك وكلامك على راسي من فوق. هات حبتين كلفه كده يا جماعه، حبتين كلفه اهو في الارض. احتمال تنزل بنفسجيه اهي اهي اهي. يلا بينا، يلا انزلي اهي. نزلت اهي. وزيزي نزلت. قال لي الزغاليل دي كده كده باظت ومهما تصلح فيها. الكومنت دوت كان مكتوب لي الفيديو اللي فات، بس هو كان كاتب لي كومنت كبير، فانا بصراحه حذفت الكومنت. يعني انا حذفته لان الكومنت مش في محله. كومنته هو احترامه. ايه في الباب ده عمر؟ احترامه لكومنته على راسي من فوق، ولكن الكومنت كان كبير جدا. الكومنت كان متخطى حوالي ال 12 13 سطر، تمام. وقال لي الزغاليل دي مهما تعالج فيها خلاص الزغاليل دي ما تنفعش، والزغاليل دي اول ما هتشبعها وتقرص عليها هتركن منك وما تنفعش. طيب احنا النهارده في غاية حمام، مش في غاية كلام، في غاية حمام. يعني الحمام هو اللي هيحكم في الاول وفي الاخر اذا كان الكلام ده هينفع او ما ينفعش. انت ليك المشاهده وانا ليا الشغل، والحكم في الاخر للجمهور واخواتي وحبايبي اللي بيتفرجوا علينا، تمام. لو انا وريت لكم فرد زي ده، بصوا قلع رقبته كلها اهو، رقبته كلها قلعها، تمام. هنروح بس نمسكه بقى ايه الطيره البنفسجيه علشان ننزلها. يا بنت تعالي اهي،
انا رجاله بس. ايوه اهي، خد يا عمر. برضو نزلها لي تحت. فين؟ في السلاكه. ايوه مع الطواير. فين زيزي؟ زيزي تعالي يلا عشان ننزلوا بقى. تعالي انت. تمام يا رجاله. هفتح الشبكه للزغاليل واسيبهم يطلعوا على العرق شويه علشان الزغلول يعشق في الغيه اكتر ويحب الغيه اكتر وما يتقلش مني وما يتكتفش مني. تمام؟ تمام. يلا بينا نقفل الباب وننزل على تحت نكمل كلامنا يا جدعان. يلا بينا. طبعا احنا نزلنا تحت اهو، وادي زيزي اهي هتطلع تقف على البرواز. يلا اقفل لي البيبان دي كلها يا عمر بقى. اقفل لي البيبان دي كلها. تمام يا جماعه. طبعا عندي قص تاني هنا، عندي قص هنا قاعد على حصوايه قشر بندق. هما كانت حصوايه قشر بندق وحصوايه صافي، فيهم واحده اتكسرت مش عارف انا واحده بصراحه، فهم قاعدين على حصوايه برضو يخلصوا وهعزلهم. تمام. وعندي القص ده قاعد على زغلول قبل اخضر يخلصوا الزغلول وهعزلهم. ايه بقى اللي انا عايز اوصله لك النهارده؟ اللي انا عايز اوصله لك اللي فيه فتره اللي هي بتاعت القلش، لازم الحمام ده يرتاح، لازم الحمام ده يتعزل. تخلي الطواير في سلاكه سايبه وتخلي الدكوره كل دكر في باب وتخدم بقى. طيب احنا النهارده في شهر 8، في اخر شهر 8 هتعزل دول قد ايه يا ابو حازم؟ مش اقل من 3 شهور. يعني هاخد شهر 9 وشهر 10 وشهر 11، 3 شهور. يبقى انا هلاقي امتى؟ هلاقي الحمام ده في شهر 12، في اول شهر 12. طيب في شهر 12 تقدر تشتغل بالحمام ده شهر 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9. هتشتغل 9 شهور. يبقى انت في السنة لازم تريح الحمام ده على الأقل 3 شهور علشان تقدر بعد كده تاخد نتيجة كويسة. طيب لو انا اشتغلت على طول الحمام هيبدأ يرمي لك بيضة واحدة، هيبدأ ما يحصيش، هيبدأ يرمي لك حصواية بريشت اللي هي طرية كده ما فيهاش قشرة ومش هتاخد انتاج. احلى زغلول تاخده بعد ما الحمام بيكون مريح. طيب انت ممكن تقول لي ليه مش هتخلي الطواير في مسطبه مثلا؟ هقول لك الطواير دي لو اتحطت في مسطبه الطواير بتعشق بعض، تلاقي الطيره كده مخننه للطيره ويعشقوا بعض ويكسروا بعض ويبيدوا. خد بالك. لكن لما بتسيب الطيره كده في مكان واسع الطيره بتاخد عافيتها، بتشد اعصابها، ما بتخننش الطيره تانيه، بتاخد الشمس بتاعتها، بتاخد تحديها. لما تيجي تاخد الطيره تفرخها بعد كده تلاقي الطيره داخله بعصابها، داخله مخدومه، داخله واخده حقها، تقدر تنتج منها وانت مرتاح. فلازم وضرورا انك تعزل الحمام على الاقل 3 شهور في السنه. قدرت تعزل 4 شهور يبقى مصلحه وخير وبركه، هتاخد باقي 8 شهور شغل من نار. فانا بفضل علشان خاطر انا في اسكندريه المناخ بتاعنا في الشتاء صعب شويه وممكن ننتج في الشتاء لكن الانتاج ما بيطلعش، فانا بفضل اللي احنا نلاقي الحمام من شهر 1 في اسكندريه، اللي هو في شهر طوبة عقبال ما الزغلول يطلع معاك يبقى في نص 2، عقبال ما الزغلول يكبر وتقطفه في 3، يبقى انت كده بدأت عديت شهر طوبة وشهر أمشير اللي هو بيكون صعب جدا على الزغلول والزغلول ما بيستحملش فيه. طبعا اللي احنا هنعمله لازم كل اسبوع هندي فيتامينات في الميه، التحاليل بتاعتنا ما بتتشالش قبل اللقو. في قرص علاجي احنا بنديه للحمام قبل اللقو. ايه القرص العلاجي ده؟ لازم اشتغل يومين ديدان، يومين مطهر معوي، يومين سالمونيلا، يومين رافع مناعه، وبشتغل على الحمام كله قبل ما الاقيه علشان تعرف تنتج زغلول بصحه كويسه، ما يكونش الحمام شايل مرض. واخدم الحضان ما تستهترش بيه لان الحضان هو اساس انتاجك، هو اساس انتاجك. ده المسود تمام، لان لو الحضان شايل مرض هينقلهولك للزغاليل. خلاص يا رجاله، اتمنى ان الفيديو كان عجبكم. تحياتي ليكم ولكل متابعينا المحترمين اللي بتتابعنا من جوه مصر ومن بره مصر. تحياتي لكل الوطن العربي وشكرا لاي حد بيدعمنا حتى لو بلايك حتى لو بكومنت، كلكم على راسي من فوق، واتمنى لكم مشاهده ممتعه. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.